ارقام تاريخيه للنادي الاهلي. طب الشغلانه مصطفى غربال، بعدين معاك اصابه علي معلول، تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي. بس طبعا قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش ان احنا دايما نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم امين. نبدا حلقتنا ونقول يا جماعه النهارده دخلت الترجي في مباراه الاهلي حاجه تفرح، حاجه جميله، وهم عاملين كده رساله للعالم على غزه واللي بيحصل في غزه. حاجه الصراحه قلت لازم ابدا بيها حلقه النهارده. طبعا اللقاء ما بين الاهلي والترجي لقاء الذهاب خلص 0-0. نتيجه انا شايف ناس كتير بتقول لك نتيجه ايجابيه للاهلي، انا عايز اقول لك خلي بالك، النتيجه حلوه، ولكن ارجوك خلي بالك، كاردوزو مش سهل، كاردوزو اللي لو يبوزه مش سهل، كاردوزو بيفكر ان هو ما يدخلش فيه ولا جون على ارضه، مش مهم يكسبك، المهم ان ما يجيش فيه ولا جون على ارضه. وهنا بقى في ارضك يجي لا قدر الله يخطف جون ويقعد بقى لعيبته تقع ويموتوا ويضيعوا في الوقت ويستفزوك، ويبقى انت عليك الضغط ومطالب انك تكسب، والجمهور يقعد يبقى ضاغط عليك وانت بتلعب لعب متسرع. فيا جماعه نخلي بالنا. عايز اقول لكم كمان مصطفى غربال النهارده حاجه سيئه جدا جدا جدا، والصراحه عيب مصطفى غربال، حكم دولي وحكم مصنف وحكم رايح كاس عالم. فيعني يا مصطفى يا غربال، هو من كتر ما الناس بتقول ان انت وشك حلو على الاهلي ومش عارف ايه، هل ده اثر عليك وخلاك ان انت عايز دايما تيجي على الاهلي؟ ما هو انا مش فاهم. مصطفى غربال ظلمنا لو تفتكروا في كاس العالم للانديه قدام الفريق البرازيلي، انا مش متذكر اسمه حاليا، ولكن ظلمنا في المباراه دي جدا جدا جدا. احنا كل اللي طالبينه العدل، ولكن النهارده في كميه فاولات للنادي الاهلي انت ما حسبتهاش، واي لاعب من الترجي يقع ولا يرمي نفسه تصفر فاول. عندك النهارده اهولو ضرب اكرم توفيق في وشه ضربه بدون كره، يعني الفار فين برضه؟ دحام بيده اللي على الفار استدعي الحكم خليه يبص على اللعبه. فيعني الصراحه النهارده مصطفى غربال كان سيء جدا، وواضح كده مصطفى غربال معانا في كذا مباراه ان هو بقى مش من الحكام اللي احنا نفضلهم للاسف في مباريات النادي الاهلي. برغم يا جماعه انا كنت بحب الحكم ده جدا، وهو يقدر، لان هو في اخر ربع ساعه من المباراه بدا يحكم بالعدل وبدا يحكم باللي هو شايفه وبدا يحسب كام فاول للنادي الاهلي. ولكن يعني طب كنت عملت كده من بدايه اللقاء، يعني ليه؟ ايه الفكره؟ فمش عارف. برضو حاجه النهارده في المباراه ضايقتني شويه، الاهلي يا جماعه لو لاحظتوا اما لعيبه الترجي بتضغط علينا احنا بنطلع بالكره بصعوبه قوي قوي قوي، مش عارفين نطلع بالكوره ليه. هم الصراحه عرفوا يضغطوا علينا كويس قوي 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 وغلطونا كذا مره واحنا مش عارفين نطلع بالكوره. دي برضو النهارده ملاحظه حبيت اتكلم فيها. وعايز اتكلم كمان بقى عن محمد هاني. محمد يا هاني، انا مش عارف اقول لك ايه، يعني المفروض ادائك يبقى احسن من كده. محمد هاني انت سنك وخبرتك مع الاهلي وشاركت مع الاهلي في بطولات كتير. احنا النهارده انا عن نفسي يعني لو كان عمر كمال مقيد افريقيا انا كنت طالبت كولر انه لازم يلعب بعمر كمال ذهابا ايابا. معلش، عمر كمال باللي بيعمله في الدوري في المباريات الاخيره مع النادي الاهلي واللي بنشوفه مع محمد هاني ده، لا في فرق كبير قوي قوي قوي، في حاجه غلط يا هاني. النهارده كمان انت في كوره خدت فيها انذار لما زقيت لاعب الترجي على خط التماس، فانذار مجاني، انذار ملوش لازمه، ودي مباراه نهائي. فيعني ليه قعدنا الشوط الثاني كاملا مرعوبين من اي التحام يحصل لا قدر الله تطرد ونخسر بقى نلعب ب10؟ فالصراحه حركات وحاجات يعني من هاني مش لطيفه. كمان محمد عبد المنعم رساله كده، عبد المنعم ده نهائي افريقيا يا عبد المنعم، يعني الغلطه ببطوله. تاني هقول الجمله دي تاني معلش ركزوا معايا، النهائي يعني اخطاء بسيطه قوي بتحسم النهائي، بتحسم بطولات. النهارده انت كنت هتغلط غلطه لان انت اولا معاك انذار، ثانيا انت بتغلط غلطه وهتعمل علينا هجمه مرتده، شديت لاعب الترجي من الفانيلا، فلو كان الحكم اداك انذار تاني وطردك ولا كنت هقدر اقول للحكم حاجه. ولكن يا عبد المنعم ارجوك تركز، احنا بنحبك، تركيز في مباراه العوده
شيء مهم جدا جدا جدا. طبعا اصابه علي معلول النهارده هي غيرت مجريات اللقاء شويه وخوفت جماهير النادي الاهلي، ولكن هو كريم فؤاد نزل ادى المطلوب منه. اصابه علي معلول بالتحديد لسه طبعا ما نعرفهاش، التشخيص المبدئي ان هي خبطه خفيفه في الانكل، ولكن اما ان شاء الله الاهلي يرجع بالسلامه الى القاهره هنقدر نحدد اذا كان هيلعب معانا مباراه العوده ولا لا. طبعا نتمنى له ان شاء الله يشارك معانا في مباراة العودة. عايز بقى أقول حاجة كمان مهمة جدا في النهاردة المؤتمر الصحفي لكولر. كولر النهاردة صحفي تونسي بيستفزه وبيسأله يقول له إيه؟ بيقول له أنت خايف من الترجي وإن أنت النهاردة لعبت على التعادل. فكولر ابتسم وقال له الأهلي طول عمره بيلعب من أجل هدف واحد بس وهو الفوز. وقال كمان كولر إن المباراة كانت قوية جدا وتكتيكيا مميزة، العودة صعبة ولكن بإذن الله الفوز بالعودة. دي تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي. اخر حاجه معانا عايزين نقول احصائيات تاريخيه. النادي الاهلي يا جماعه النهارده عمل ريكورد 21 مباراه في افريقيا بدون هزيمه، ان شاء الله في العوده نفوز يبقى 22 مباراه بدون هزيمه في افريقيا. فيعني ارقام تاريخيه وارقام عظيمه، وقد ايه النادي الاهلي ده هو بابا الشغلانه فعلا، هو سيد اسياد قاره افريقيا بلا منازع. نتكلم في احصائيات شوبير النهارده، شوبير كده اصبح 8 مباريات لم يسكن مرماه اي هدف. ما شاء الله عليك يا مصطفى يا شوبير، وباذن الله التوفيق للنادي الاهلي في مباراه العوده، وباذن الله ال 12 تكون اهلاويه ان شاء الله. تركيز تركيز تركيز. مباراه مش سهله، مباراه صعبه، مباراه هتخلص على نقط بسيطه جدا جدا جدا. احدى الغلطات من الفريقين ليس الا اصبحت مباراه بطوله من مباراه واحده، مباراه الذهاب كانها لم تلعب بقى خلاص 0-0 خلصت. مباراه العوده هي مباراه البطوله، نركز باذن الله نفوز بيها. بكره سريعا كده الزمالك عنده مباراه مع نهضه بركان، ان شاء الله يفوز بيها. كده مواضيعنا خلصت وحلقتنا خلصت. اتمنى دايما اشوفكم في افضل صحه وافضل حال. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. شكرا لكم، سلام عليكم.